أهلا وسهلا بيكم في قناتنا الجديدة غواص في بحر الفلك. احنا بدأنا نتكلم عن صفات الأبراج، واتكلمنا ال3 حلقات اللي فاتوا عن أبراج الحمل والثور والجوزاء. ففي دورتنا الفلكية احنا قلنا ان بنبتدي من برج الحمل اللي هو البرج ناري عنصره النار، وبعديه الثور اللي هو عنصره التراب أو الأرض، وبعديه الجوزاء وعنصره الهواء اللي هو هوائي غير ثابت. واحنا دلوقتي في برج السرطان برج مائي، وبقية الدورة بتكمل بنفس الطريقة: ناري ثم ترابي ثم هوائي ثم مائي، ويكرر الدورة للمرة الأخيرة. يعني هنكرر الدورة مرتين كمان بعد برج السرطان. طيب، حديثنا النهاردة عن أكتر برج حساس في الكون، عاطفي جدا جدا جدا، المشاعر عنده فياضة. أكتر برج حساس، بيحس، عنده شاعرية، تعاطف، في صفات فعلا الشعراء، هو برج السرطان. طيب ايه كل صفات برج السرطان؟ ايه اللي ممكن نعرفه تاني عن برج السرطان اللي هو كل الناس بتعرف ان هو برج حساس؟ طيب ايه تاني صفات غير انه هو حساس؟ طيب الاول لازم نعرف مين اللي بيتحكم في برج السرطان. اللي بيتحكم في برج السرطان هو القمر بدورته. فمواليد برج السرطان حساسين قوي لحركة القمر، حسب ما القمر وضعه في السماء بيكون بيتأثر جدا بشكل واضح قوي برج السرطان تحديدا، مواليد برج السرطان. عند مثلا اكتمال القمر بيبقى بيزداد مثلا حظ وشاعرية، وممكن شوية اندفاع برضو وعاطفة، ولما بيكون لسه في أوله بيبقى مختلف عن لسه في آخره وكده. فنقدر نقول إن السرطان مزاجي الطبع، مش متقلب المزاج، لكن مزاجه بيبقى برضو بيختلف. ممكن تلاقي مولود السرطان مبسوط جدا جدا، وممكن تلاقي مولود السرطان حزين جدا جدا جدا. مشكلة برج السرطان انه في الحزن مفيش حد ممكن ينافسه. هو دراما جدا، يعني دراما كوين ودراما كينج جدا. لو زعل السرطان يعني بينعزل وبيتقوقع حوالين نفسه كده، وتلاقي الدنيا كئيبة وسودت جدا. بيبقى بيخش في عالم الحزن قوي، بيسيطر عليه قوي مود الأحزان، وبيحس ان هو ضحية دايما. فدي مشكلة السرطان، يعني اللي بيتعاملوا مع السرطان بيقلقوا من الحتة دي، ان هو حساس قوي. ممكن يقولوا حاجة عادية جدا هو ياخدها بحساسية ويزعل ويتقمص. دي مشكلة برج السرطان. طيب نتكلم الأول عن المزايا. البرج العاطفي الحنون، المعطاء، ده طبعا عنده القلب المحب الحنين المخلص، اللي فيه صفات جميلة جدا. هو بيقدر يحس بكل اللي حواليه، ويفهم جدا في انه يعبر عن المشاعر، ويكتبها بشكل رومانسي كده. بيعرف جدا مثلا عنده حتة فن اختيار الهدايا، جدا أنيق في لبسه وفي يعني ديكورات بيته دايما ناعمة ورقيقة كده. ما تلاقيهوش بيحب الألوان الصارخة كده، لا، بس ذوقه راقي. يعني ذوق البرج السرطان برج راقي. طبعا بيحب البحر جدا جدا جدا، وبيحب المأكولات البحرية جدا بطريقة كبيرة. كل ما تقربوا من مكان مائي، في بحر، في نيل، في بحيرة، حتى لو جدول كده أي حاجة فيها مية، تلاقيه مزاجه بيروق. هو بيهدى كمان لو دخل خد شاور، يعني مية بتأثر فيه جدا مولود السرطان. طيب، هو بتاع شغل قوي، بيحب الشغل، مخلص لشغله جدا. تحطه في أي شغل هيبدع فيه، ما يقعدش من غير شغل برج السرطان. يفضل انه يبقى اعمال حرة اكتر، يعني ما يبقاش دوام ثابت، يعني لو لقى كده يبقى بالنسبة له ابداع.
ولكن لو برضو الظروف خليته موظف وكمان في وظيفة روتينية، فلا هو بيبقى مبدع وبيبقى شاطر وبيبقى مجتهد جدا، بس بيفصل جدا في الأجازات. يعني بيبقى إنسان عايز الاسترخاء الرهيب في الأجازات وما يتحركش من مكانه، كسول جدا في الأجازات. عايز بقى مكانه، كرسيه، الريموت بتاعه، حاجته، محدش يجي جنب حاجته، وما بيحبش حد يروق له حاجته حتى لو عامل فوضى، ما بيحبش. طيب، نتكلم بقى عن العيوب. احنا قلنا عيب من العيوب واضح اللي هو دراما قوي، هو حزين، بيخش في الحزن قوي. بس ممكن نقول صفة في امرأة برج السرطان، هي مش ضعيفة. يعني رجل السرطان مش ضعيف برضو، ولكن متسامح يمكن أكتر شوية من امرأة برج السرطان، اللي هي بتحب بكل يعني جوارحها، لكن لو اتأذت بتتقلب شخصية تانية خالص. أولا هي هتشيلك خالص من حساباتها، وهتستغرب قسوتها برغم كانت ملكة الحنية، وقلبتها يعني ما بترجعش تاني خالص، وبتتحول مع الأيام بقى. لو اتصدمت بيجي لها مشاكل اللي هي بتربى بعد الصدمة، فبتتقلب شخصية قوية عنيدة، اندبندنت قوي. فهي دي نقطة مهمة لازم أقولها في امرأة برج السرطان. في رجل برج السرطان أقول إنه بيحب مامته جدا ويتعلق بيها جدا وبيحطها فوق راسه، سواء كان صغير أو كبر. وهو يعني سواء مواليد سرطان أب أو أم رائعين جدا، رائعين على كل المقاييس. وفي المجال التذوق والأكل والطبخ بالذات هم مميزين جدا. أتمنى أن أنا أكون يعني لميت الصفات الأساسية في برج السرطان. وزي ما قلنا، أنت بتبص على صفاتك اللي هو برجك الشمسي، برجك ساعة ميلادك يعني وتاريخ ميلادك الأصلي، وبرجك الصاعد. يعني ممكن حد يكون برجه الصاعد هو اللي سرطان وبياخد برضو صفات من برج السرطان. فأنا قلت صفات برج السرطان، وإن شاء الله معنا الحلقة الجاية مع صفات برج الحكام بقى، والناس اللي هي قادة بقى ومديرين، اللي بيحبوا يبقوا شوية ملك مولود ملك، يعني زي ما بيقولوا الأسد. فنكلم مرة جاية عن صفات برج الأسد. ألقاكم الحلقة الجاية، معاكم رشا سيد.